خارج الموازنه العامه، اسف. يعني تروح الى الخزانه العامه في صندوق داخل الموازنه العامه. ويمنع وزير الماليه في استخدامها الا فيما حصلت من اجله، وهي مش هتكون على المكسب او على الخساره. انا مش هخش في متاهه فحص وطعون وقضايا 5% على الدخل، وستغلظ عقوبة التهرب منها لأنها لا تصالح فيها، وستكون العقوبة وجوبية في حالة التهرب منها. هتذهب إلى هذا الصندوق داخل الموازنة العامة، مفيش صرف، يمنع وزير المالية في توجيهها لغير الغرض الذي حصلت من أجله، وتشريع يجرب إنفاقها على الأجور والمكافآت وما في حكمها. يعني لازم تروح لتطوير المنظومة التعليمية كمستلزمات، أبنية جديدة، تجهيزات للمستشفيات الحكومية عشان نقرب الفجوة، لأن الفجوة بقت رهيبة بين التعليم الخاص والتعليم العام. نفس الشيء في الصحة. ليه؟ لأن أنا مش هقدر أحمل الموازنة العامة عبء جديد. احنا عايزين نقلص عجز الموازنة عشان نحد من الاستدانة، وعشان نقدر نقوم بالتزاماتنا تجاه الديون المورثة. الديون التي نرثها الآن في مصر الخارجية أصبحت 168 مليار دولار، وليها أعباء خدمة دين، والداخلي تخطى 6 تريليون، وداخلين من 7 تريليون. أنا ما بحبش تجميل الأرقام، نقول هي نسبته قد إيه من الناتج المحلي القومي، ماليش دعوة بالنسبة، الرقم كام؟ وهتعمل فيه إيه؟ وهتسده إزاي؟ احنا التجميل حلو قوي عندنا، التجميل نقول ان هو لم يتخطى 7% من الناتج الاجمالي القومي. ماشي، هتسده ازاي؟ وهنفضل بقى في موضوع انخفاض العمله المصريه الى ما شاء الله